طبعًا ما بقيتش تصدّق اللي بيقول لك بدأت من شهر 1 ووصلت، وبدأت من شهر 2 ووصلت، وأنت تقعد مع نفسك تقول إزاي ده أنا حاسس إن دول هيعدّوا بعد يومين 3. ال5 شهور دول حاسسهم 5 ساعات، 5 ثواني، 5 أيام. إزاي يعني إزاي أنتم بتقنعوني إنكم وصلتوا للطب، وصلتوا لأحلامكم؟ بطّلوا بقى كدب، كلّكم عايزين view، كلّكم عايزين مشاهدات. أنا ولا عايزة view ولا أصلًا عندي view ولا عايزة مشاهدات، بس باتمنى لو واحد بس سمع الفيديو ده إنه يدعي لي. أنا كمان واحدة من الناس اللي ما كنتش باصدّق ولا فيديو على السوشيال ميديا، ولا فيديو، علشان كده وكل اللي كانوا بيقولوه كنت بارميه. ما فيش حاجة تنفعني في الكلام اللي هُم بيقولوه. المهم عشان ما اطوّلش عليكم يالّا نبدأ بيه. حاسس إن الوقت بيجري، حاسس إنك مهما عملت مش هتعرف تخلّص اللي عليك. أنا عايزة أقول لك حاجة، لسه قدّامك فرصة كبيرة تحقق حلمك. صدّقني لسه قدّامك فرصة. 5 شهور، 4 شهور، المهم إنك تستثمر فيهم وتلحق تعمل أي حاجة ممكن توصّلك، وأنت ما تعرفش الرمية اللي هترميها دي هتيجي فين. ممكن تيجي في المكان اللي أنت عايزه، ممكن تيجي في المكان الأعلى من اللي أنت عايزه، ممكن تيجي في مكان تاني أنت ما كنتش عايزه وتنجح فيه نجاح أقوى من أي حاجة كنت تتخيل إنك تدخل. دول مش شوية على فكرة، ال4 أو ال5 شهور دول مش شوية. لو ركزت واشتغلت صح تقدر تغير حياتك بالكامل وتدخل الكلية اللي نفسك فيها. في الفيديو ده هنمشي خطوة خطوة وهنحط خطة واضحة تخليك واثق إنك على الطريق الصح. أهم حاجة متستسلمش، ما تخليش الخوف يوقفك، لأن النجاح مستنيك لو صدقت نفسك وصدقت إنك تقدر. أول حاجة لازم تعملها إنك لازم تواجه الحقيقة. واجه الحقيقة اللي انت فيها بشجاعة، خليك واقعي أكتر. أول حاجة لازم تعملها إنك تقعد مع نفسك وتحدد إيه المواد اللي خلصت فيها حاجات، إيه المواد اللي متراكمة عليك، إيه أكتر مادة شايفها صعبة. متضحكش على نفسك أو تقول خلاص مش هينفع، لأ الوقت فات. متضحكش على نفسك أو تقول لأ خلاص مش هينفع، لسه هاعمل كده ومش هاعمل كده. لأ، خليك حقيقي وصدقني هتعرف تبدأ منين لما تعمل الخطوات دي. حاجة تانية، انت محتاج جدول بسيط بس منظم. محتاج انك تعمل جدول بسيط ومنظم. الصبح مثلا ذاكر موضوع جديد في مادة تقيلة، حاجة محتاجة تركيز عالي. الظهر راجع على حاجة قديمة زي انك تفتح مثلا ورق الشرح او تذاكر ملاحظات اللي انت كاتبها قبل كده او تكتب ملاحظات جديدة. في الليل مثلا حل اسئلة وامتحانات. لازم تطبق علشان تعرف مستوى فهمك انت لحد فين. مثال مثلا لجدول ممكن تعمله، مثلا من 8 ل10 الصبح أذاكر موضوع جديد مثلا باب في الكيميا. من 10 ل11 أرجع على الملاحظات القديمة اللي أنا كنت كاتبها قبل كده، أكيد مش كتار. مثلا من 11 ل11 ونص أرتاح شوية. من 11 ونص ل1 أحل مثلا أسئلة على اللي ذكرت، وكرر نفس النظام بالليل. المذاكرة لازم تكون بالطريقة دي في الأيام الجاية. ازاي تستفيد من كل دقيقة لما تذاكر؟ ذاكر بفهم مش بحفظ أعمى، لأ. اكتب النقاط الرئيسية بإيدك. متعتمدش على مجرد القراءة فقط، لأ اعمل خريطة ذهنية أو رسومات صغيرة توضح الأفكار. اعمل أي حاجة انت ممكن هي مثلا انت ممكن تحكي الموضوع كقصة علشان تفهمه، تسمي أسامي عبيطة. أهم حاجة إنك أنت تفهمها. أنا كنت باعمل كده والطريقة دي. اعمل خطة ذهنية ورسومات زي ما قلت لك. اسمع فيديوهات على اليوتيوب لو في حاجة مش فاهمها، اسمع فيديوهات ليها. وما تجيبش مثلا لو في باب مش فاهمه تجيب كل درس فيه لوحده، لأ، هات الباب كله واسمعه. تمام. حل التمارين والأسئلة. مفيش مذاكرة من غير تطبيق. حل كل يوم من 30 ل50 سؤال على الأقل. ركز على أسئلة السنين اللي فاتت. شوف الامتحانات بتاعت 2023. شوف ايه الأسئلة اللي تقدر تحلها. ركز على أسئلة السنين اللي فاتت، الأسئلة اللي اتكررت. مثلا عندك مثلا الكيمياء 2022 جه منها كتير في 2023، 3 أسئلة تقريبا أو 4 مش فاكرة. لو السؤال صعب متقفش كتير عنده، افهم الفكرة بتاعته وكمل. شوف فيديوهات للشرح الأسئلة اللي محلتهاش أو اللي مقدرتش تحلها أو اللي حلتها عشان تبقى محتاج تفهمها أكتر. خليك هادي ومتفائل. الخوف طبيعي جدا بس ما تخلوش يوقفك. خليك دايما فاكر هدفك الكبير، إنك بتذاكر ليه. لو انت حاسس انك طاقتك خلصت وانك مش قادر تقوم من على السرير وانك تعبان، مهمل في أكلك، مهمل في تنظيم، بتفكر كتير وبسبب الضغط، يعني لازم تاخد فيتامينات عشان تعوض النقص اللي عندك. لأن الحديد والكالسيوم لو نقص من جسمك مش هيخليك قادر تقوم من على السرير. لأن الحديد والكالسيوم لو قلوا من جسمك مش هتقدر تقوم، مش هيكون عندك طاقة، مفيش، مش عايز، هيكون مش فارق معاك حاجة. تمام.
ده بسبب نقص الفيتامينات، لإن كنت أنا متخيلة لمّا كنت أدّيكم إنه ده بسبب إنه السنة كلّها باذاكر، أنا ما كنتش باذاكر من السنة كلّها بصراحة يعني، ما ذاكرتش السنة كلّها. قصتي هاحكيها بعدين لقدّام. لو حسيت إنك متأخّر ما تقلقش، لإن النجاح مش بيبدأ من أول السنة، عادي جدًا، النجاح بيبدأ لمّا تقرر تبدأ، ما تسيبش الخوف يهزمك، لإنك أقوى من أي إحباط. 5 شهور مش شوية، 5 شهور كفاية جدًا إنك تذاكر وتنجح وتحقق حلمك. ابدأ دلوقتي مش بكرة، وخلّي هدفك دايمًا قدّام عينيك. افتكر دايمًا النجاح بيحب الناس اللي عندهم إرادة، وأنت أكيد واحد منهم. لو الفيديو ده شجعك أو حسيت إنه ممكن يساعد حد، ما تنساش تبعته لأصحابك اللي محتاجينه. كلنا هننجح مع بعض ومش هنسيب أي حد وراه أي حاجة. يالّا نبدأ دلوقتي. ولو عندك أي مشكلة أو عندك أي حاجة حاببني إني أساعدك فيها أو أرد عليك فيها، اكتبها في التعليقات وأنا إن شاء الله هاساعدكم وهاكون معاكم، وإن شاء الله يكون في فيديوهات وأكتر الفترة الجاية. سلام.